دايما في مجال العربيات الشركات بتنافس بعض على مين يوصل لمستوى أعلى من التكنولوجيا والتقدم والأفكار الجديدة اللي بيها ممكن تزود سرعة وسعر عربياتهم. كان كله متجه ناحية التفكير في أفكار تنقلهم في حتة تانية خالص، وده اللي خلانا نشوف حاجات أشبه بتحف فنية على 4 عجلات زي مواتير الروتري من مازدا، أو نظام التعليق الخاص بالهوندا الN6، أو الجنان والخروج عن السيطرة مع البوجاتي فيرون وال16 سلندر بالكواد تيربو. بس في شركة وحيدة لسه لحد النهاردة كل لما بتنزل بوست أو تتكلم عن عربية جديدة هينزلوها تأكد إنها هتكون قنبلة تفجر مجال العربيات لفترة. الفيديو ده هنشوف فيه إجابة سؤال كان في دماغ كريستين كونيكسج فترة كبيرة، وهو يحصل إيه لو حطينا محرك الجيسكو V8 في موديل الجيميرا. تطبيق السؤال ده هيكون نسخة من مستوى تاني، فلو انت أول مرة تشوف فيديو من توين تيربو دوس سبسكرايب وخليك معانا دايما. كونيكسج هي الشركة اللي عايزة تعمل كل حاجة ممكنة علشان تسجل اسمها في تاريخ العربيات وتنافس في أعلى فئة في عالم المحركات وهي فئة الهايبر كارز. وأصلا كون إن الشركة تكون عندها موديل هايبر كار فده في حد ذاته إنجاز كبير، ولكن كونك بتنافس إنك تكون الأسرع في العالم وإنت بقالك 23 سنة بس في السوق فدي حكاية تانية خالص. كونيكسج أصلا من زمان وهي بدأت في تكسير الأرقام القياسية، من أول الأجيرا 1 اللي كانت أول هايبر كار توصل للمعادلة التاريخية اللي كل الشركات بتحاول تعملها من سنين، وهي ان يبقى الاداء عبارة عن حصان لكل كيلو. وكمان الدراما اللي كنا اتكلمنا عليها في فيديو قبل كده وهي محاولة لكسر السرعة القصوى مع الموديل الاسرع عندهم الجيسكو ابسولوت، الموديل اللي كان معمول لكسر السرعة القصوى اللي كان بينزل من غير الجناح العملاق الخلفي. بس احنا مش هنتكلم النهاردة عن الانجازات دي لان كل حاجة منهم تستاهل فيديو لوحدها، فلو حابب نتكلم عن حاجة معينة بالتفاصيل اكتب لنا في الكومنتات. المهم انه من حوالي اسبوع كونيكسج فاجأت العالم كله بموديل الجيميرا، والموديل ده اصلا كان مبهر من قبل كده. فتعال نتكلم عن الحدث القوي اللي حصل الفترة اللي فاتت، وهو مؤتمر اطلاق نسخة جيميرا الانتاجية للشوارع. المؤتمر ده اتقال فيه حاجات كتير جدا، انا مش عارف نبدأهم منين، بس خلينا نحكي جزء عن اللي حصل. في البداية قدم الموديل عادي جدا وقال احنا سألنا نفسنا ايه اللي ممكن يحصل لو حطينا ترانسميشن اصغر نخلي بيه العربية 4 ويل درايف. دلوقتي ممكن تسوق العربية جر امامي او دفع خلفي او دفع رباعي، سواء بنزين بس او كهرباء او الاتنين مع بعض، وده يخليها تتفوق على اغلب العربيات على التراك. بس علشان يلاقوا مكان يعملوا كده اضطروا يصغروا البطارية شوية، وده خلى العربية أخف في الوزن. بس برضو كان المكان مش كفاية للجير العبقري بتاعهم. ال LST ده شرحه هيكون صعب قوي في الفيديو ده، فهنخليه في فيديو كامل لوحده. فطلعوا بفكرة عبقرية وغريبة جدا، وهي انه زي ما هو قالها بالظبط في المؤتمر ان هم هيلفوا الترانسميشن حوالين المحرك البنزين ويسموه LSTT، اختصار لللايت سبيد توربيلون ترانسميشن. مصطلح توربيلون ده موجود في عالم الساعات الفخمة والمعقدة ميكانيكيا، وفعلا قادر يوصف فكرة الجير هنا. ووزن المحرك هنا بيكون اقل من 90 كيلو، وده لان هم استغنوا عن الفلاي ويل، بيتكون من 7 كلتش و9 سرعات. وبما انها هايبريد فتعال نتكلم عن الكهرباء الاول. عارف انك مش بتحبها قوي بس ده مختلف فعلا. الجيميرا كانت المفروض هتنزل ب3 مواتير كهرباء، بس ده مش اللي حصل. هنا احب اعرفك بذا دارك ماتر، اقوى وصاحب اكتر عزم في تاريخ العربيات الكهربائيه. موتور كهرباء لوحده بيطلع 800 حصان و1250 نيوتن متر. فلحظه واحده بس، انت مستوعب الرقم؟ ذا دارك ماتر ده لوحده اقوى من ال812 سوبر فاست بتاعت فيراري، فمش محتاج اقولك اكتر من كده. والارقام دي في اغلب العربيات الكهرباء بتطلع من كذا موتور مش واحد بس، فبكده شوف انت خففت وزن قد ايه. وزنه 39 كيلو، وانا ما لقيتش حاجه بتتكلم عن مواد التصنيع بتاعته، بس من الصور كده انا حسيت الكفر شويه شبه الفورجد كربون. فبكده اجمالي قوه الجيميرا هي 1400 حصان، 600 من ال3 سلندر تربو و700 من الدارك ماتر، وعلى وزن اقل من 2 طن، فدي نسخه فعلا مختلفه جدا. ولكن لسه هنبدا بقى كلام عن القنبله اللي ذاعها كريستين كونيكسج، لان الجيميرا هتتوفر باختيارين لمحرك البنزين. كونيكسج في المؤتمر فتح موضوع محدش كان متوقعه خالص، قال انه من زمان وهو كان نفسه يشوف محرك الجيسكو اللي كان فيه كلام انها كسرت رقم البوجاتي، عايز يشوفه في الجيميرا. وفعلا قال ان احنا حاولنا بكل شكل وكنا شايفينها حاجه مستحيله، ولكنها في النهايه نجحت. ما عرفوش يحشروا المحرك ده حرفيا في الجيميرا غير لما خلوا نظام التربو بشكل الهوت في. مكان التربو بيكون وسط شكل الفي جوه السلندرات،
ليه عيوبه طبعا، ولكن ميزته اللي اختاروه علشانها هي المساحة. فالفي 8 توين تيربو ده بيطلع 1500 حصان، ومع الدارك ماتر الموتور الكهرباء الجيميرا بتوصل ل 2300 حصان على نسخة أقل من 2 طن. وعلشان يزودوا حتة الاعتمادية زودوها بأكبر سعة لتانك بنزين اللي بتكون 100 لتر. هي كده بقى بالفعل كأرقام هي تفوقت على كل الهايبر كارز اللي تم إصدارهم لوقتنا ده منهم البوجاتي، وكده كده كل عربياتهم تستاهل كلمة ميجا كار، وده الاسم اللي هو بيطلقوه على موديلاتهم. فالجيميرا هنا بكل تأكيد هي ميجا كار. احنا كده اتكلمنا على دارك ماتر اللي هو الموتور الكهرباء، واتكلمنا على الفي 8 بتاع الجيسكو ابسولوت. خليني بقى اكلمك شويه عن ال3 سلندر اللي عملوا بيه ابهار في 2020، وده المحرك اللي ظهر مع اول اعلان عن العربيه دي. الموديل نفسه اللي كان مفاجاه بكل المقاييس، من اول الابواب العملاقه اللي مفيش حاجه شبهها اساسا، والتصميم الغريب الطويل جدا بتاعها ده. واساسا الفئه دي اللي هي فيها مفيش حاجه زيها، هم مخترعين فئه الهايبر كار العائلي ده. طبعا الناس كلها عجبها الكونسبت ده، ولكن شبه انصدموا لما عرفوا الدرايف ترين بتاع الجيميرا اللي ساعتها كان بيتكون من 3 مواتير كهرباء. ولكن الصدمة الحقيقية كانت في الموتور ال3 سلندر. هتقول لي ايه يا عم ده 3 سلندر، ايه اللي هيكون مبهر في حاجة زي كده؟ بس لما تعرف ان المحرك ده لوحده بيطلع 600 حصان و600 نيوتن متر من العزم، ومزود بتوين تيربو ووزنه 70 كيلو بس. ولو انت مش متخيل الرقم قوي، فاللامبورجيني هوركان ساعة ما نزل عليها الفي 10 بتاعها كان بيطلع 600 حصان. ببالك بقى بعربية موتورها في الاغلب اصغر من موتور عربيتك. والسر في وزنه الخفيف ده ان كل توصيلات التربو بتكون كربون فايبر، والقدرة الحصانية العالية جدا للمحرك ده قدروا يوصلوا لها لما شالوا الكام شافت كمان، لان في وقت كتير قوي بيضيع من اول ما الصمام بيقفل لحد ما بيفتح من تاني. هوضحها لك. تخيل معايا كده الصمام ده عامل زي يكون باب، علشان يفتح بيعدي بكذا مستوى، بمعنى ان الفالف ده اول ما بيتشد بيفتح جزء لحد ما بيفتح بشكل كامل. طبعا ده في عالم الاداء العالي ضياع كبير للوقت. فكونيكسج ركبوا على كل صمام جهاز هو المسؤول عن فتحه وقفله، والكلام ده في اجزاء من الثانية تقريبا. ما فيش وقت بياخدوا الفالف عشان يفتح، يعني كأنه بيختفي ويظهر مش بيفتح ويقفل. وهم مسمينه فري فالف، غير ان المحرك ده متزود بمنظومة توين تيربو، وده اللي خلى الموتور ال3 سلندر ده جامد جدا. ما كنتش متخيل اني اقول كده على 3 سلندر الصراحة. احنا لو نفتكر المشكلة دي اتحلت قبل كده مع الفي تك بشكل جزئي، كنا شرحنا فكرة عمله في فيديو كامل هنا، بس كونيكسج دايما بتحب تعلي على غيرها زي ما قلت لك. السؤال بقى ليه هنا الجيميرا اصلا مش كهرباء بالكامل؟ والسؤال ده فعلا سوبر كار بلوندي سألته لكريستين كونيكسج، والرد كان باختصار انه لسه عايز يشوف عربية بنزين ويسمع صوتها. الراجل ده في بعض المقابلات تحس ان كلامه زيك، فهو ده فعلا اللي تطمن على مستقبل المحركات معاه. وطبعا ما تتوقعش ان صوت ال3 سلندر ده يكون احسن صوت في العالم، بس هو فعلا صوته مميز شويه. والاكزوست اللي بيطلع منه فكرني جدا بال 918 تحفه بورشه، شكله ومكانه وتصميمه وكل ما يقال عليه انه جميل فعلا. واصلا هدف الجيميرا دي من البدايه كان ان هم يوصلوا احساس الهايبر كار الكرسيين ل4 اشخاص مره واحده. ولو فاكر انها علشان هايبر كار يعني ممكن تلاقي المساحات فيها ضيقه جدا زي ال 911 مثلا، فلا، كونيكسج وضحت الحكايه دي بفيديو كامل جابوا فيه 4 اشخاص طولهم كلهم فوق ال 190 سم، وانت بسهوله تقدر تقول ان هم فعلا كانوا قاعدين كويس ولا لا. وكمان في مكان ل4 شنط كبار. وكل اللي جرب الموديل ده من الريفيورز قال قد ايه فعلا الكراسي بتاعتها مريحه بطريقه غريبه. وفي موضوع كده هم فخورين بيه قوي، ان كل واحد في العربيه ليه 2 كاب هولدر، واحد سخن وواحد ساقع. والاضافه دي على قد ما هي صغيره جدا لكنه ذكرها في المؤتمر وهو بيتكلم على المحرك الجبار ال V8. والانتيريور من جوه بينسيك اصلا انها عربيه اكتر من 1000 حصان. بيكون في شاشات في كل حته، وشاشه على كل ظهر كرسي علشان لو حابب تتفرج على حاجه. معرفش مين مجنون هيعمل كده في كونيكسج. لازم بس تكون مجمع ان النسخ دي غاليه بطريقه رهيبه. الجيميرا متوقع سعرها يكون $1,700,000 وعدد الانتاج تقريبا 300 نسخه. فالتكنولوجيا والارقام العاليه والمبهره دي ليها ثمن وغالي جدا كمان. بس ممكن مع الوقت الناس العاديه يستفيدوا من الافكار نفسها. براءات الاختراعات اللي بيوصلوا لها في شركات تانية بتشتريها وبتطبقها في صناعاتهم بشكل مختلف يخدم المجال كله. وبس كده انا عن نفسي قادر اطمن على مستقبل الموديلات الخارقه، لان لسه في شركه زي كونيكسج لسه عندها كتير تقدمه، بالذات في النوع اللي كلنا بنحبه. كل اللي علينا دلوقتي هو اننا نستنى الجديد من الشركه دي، لان الجديد من عندهم اكيد ما شفناش زيه قبل كده. لان حته توجههم للاربع كراسي دي هتاخدهم لصناعه اول هايبر SUV. فاكتب لي رايك في الكومنتات عن الجيميرا والكلام اللي زعناه عليها. سلام.